مهلباوه سريعه جدا وسهله جدا وجامده جدا في الحر. شوف يا لهوي، روعه روعه روعه. وفي البدايه حطيت الحله على النار وهنزل بلتر لبن، وبعد كده هنزل ب5 معالق نشا، وهنزل بعد كده ب5 معالق سكر، وهبتدي اقلب كل ده مع بعض. هشغل بقى دلوقتي النار وهفضل واقف قدام الحله برضو هقلب فيها لحد ما القوام بتاعها يتقل شويه. كده بعد ما القوام بتاعها تقل شويه هنزل عليها ب5 معالق جوز هند، واخر حاجه هنزل بمعلقه فانيليا كبيره. وكده يبقى انا خلصت. هغرفها في طبق شكلها، هسيبها في التلاجة لمده ساعتين. وكده بعد ما عدى الساعتين ومعايا شويه حلاوه مقطعهم زي ما انتم شايفين كده، هجيب بقى المهلبيه وانزل عليها بالحلاوه. سلام. وزي ما انتم شايفين كده، سلام سلام. شوف يا لهوي. هقول بسم الله. سقعة وجميلة وطعمها حلو وسكرها خفيف. روعة روعة روعة. اسمها مهلباوة ليه؟ لأن هي مهلبية مع الحلاوة، فخدت حبة من هنا على حبة من هنا وعملت الاسم دوت. بس كده، وده كان فيديو النهارده، حاجه سريعه كده وخفيفه عشان الحر اللي احنا فيه دوت. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هكمل انا بقى اكل واسيبكم. سلام.